أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصل في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. ياسين منصور من خلال لقائه مع عمرو أديب في برنامج الحكاية أعلن إن مشروعهم حسين راس الحكمة مشروع مختلف عن أي مشروع في الساحل الشمالي، والاستثمار العقاري في الساحل بيحقق عائد بيصل إلى 50%، وطلبات الشراء فقط توقعاتهم في مشروع حسين راس الحكمة. في خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة، العاصمة الإدارية تطلق أول ماكينات ذكية لإعادة التدوير في مصر. طرح مرحلة جديدة في أساس الساحل الشمالي، شاليهات متشطبة بالكامل على بعد 350 متر من البحر، والأسعار بتبدأ من 20 مليون جنيه. إطلاق مبادرة يلا ساحل لتوحيد أكبر شركات التطوير العقاري ودعم السياحة والاستثمار في الساحل الشمالي، ومن ضمنهم شركة أورا ديفلوبرز التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وبالم هيلز وماونتن فيو. شركة نبارة تستحوذ على مقر مديرية أمن الجيزة في واحدة من أكبر الصفقات العقارية، تمهيدا لتحويله إلى أكبر مدينة فندقية وترفيهية بإطلالة مباشرة على نهر النيل. قريبا افتتاح كايرو بيزنس بلازا من شركة باتر هوم في الحي المالي في العاصمة الإدارية، وطرح وحدات جديدة بمساحات تبدأ من 56 متر وأسعار من 5 مليون 600 ألف. أخيرا طرح مرحلة جديدة في مشروع صافية راس الحكمة من شركة القزم، شاليهات وتاون هاوسز وستاند الون فيلاز متشطبة بالكامل، بخطط سداد تبدأ من مقدم 2.5% وتقسيط حتى 10 سنين. كده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، واستنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.